عشان بنحب شغلنا تلاقي دايما السعادة والفرحة والابتسامة مرسومة على وجوه اللي يدوق أكلنا، وده طبعا اللي يهمنا. لما نشوف زبايننا الحلوين طالعين مبسوطين فرحانين، يا سلام، ولا أحلى ولا أجمل منها سعادة تهمنا. تعالوا مع بعض نذكر الله ونصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهقول لكم احنا موجودين فين. بس اهم حاجة ناخد اللقطة الحلوة. شايفين المقالي والفيليه المشوي محشي بالجمبري اللي عملنا له فيديوهات موجودة وطريقته على القناة، صوصاته الحلوة المميزة. كمل معايا كده وشوف الروائع الجميلة اللي بنقدمها لكم في لحظات كده تطلع. شايفين ده الفيليه بقى اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده. وخش معايا بقى هات لي الكابوريا، وريني الفاهيتا، ووريني بيض الصبيط، ووريني الجندوفلي، البقلاويز، الفيليه المشوي، الحاجات الحلوه دي كده. شايفين فلفل الالوان مع يا سلام، يا سلام على الابداع. شايفين النار لما تطلع كده على التريه، دي حاجه من الحاجات اللي بنقدمها برضه. وخش بقى على التريه ده، الله هرم. بنحط طبعا المقلي تحت كده بالتسلسل، فيليهات جزل، نطلع نحط سيبيا جمبري، حاجات حلوه، الموسى المقليه كل حاجه موجوده يا جماعه. وطبعا اهو بنولع النار، يا سلام. شايفين روائع ولا احلى ولا اجمل وكده حضراتكم. لو متابعينا من فتره طويله طبعا شايفين الفيديوهات بنقدم فيها كل الطرق وكل التفاصيل والحاجات الحلوه دايما اللي بتنزل جديده موجوده على قناتنا الحلوه، قناه الشيف رضا شعبان فود، على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. روائع ولا احلى ولا اجمل من كده. شرم الشيخ والغردقه هم احلى واجمل، من احلى واجمل الاماكن اللي موجوده في مصر، بل ان مصر كلها هي احلى واجمل بلد في العالم. فلما نذكر شرم الشيخ والغردقه، يعني السياحه على اصولها يا جماعه. تنزل شرم الشيخ هتقول فين مطعم ستار فيش، تنزل الغردقه تسال عن مطعمين، مطعم ستار فيش ومطعم اسماك الحلقه. تدخل بقى هناك تطلع مبسوط بكل شيء يتقدم لك، الجمال، الحلاوه، السعاده، الراحه النفسيه، شكل الاكل، الطريقه نفسها. شرفونا، هتلاقوا احلى واجمل من كده بكتير. بقى طبعا احنا ما قدمناش كل حاجه، ولكن دي حاجات بسيطه كده بنعمل فيها شو لحضراتكم تتفرجوا معانا. وان شاء الله الطرق والتفاصيل والحاجات دي كلها بتنزل لما تكونوا من متابعينا كده. هتشوفوا الاحلى والاجمل دايما باذن الله. ما تنسوش طبعا ذكر الله برضه والصلاه على الحبيب النبي، وحطوا لايك للفيديو. عشاق المأكولات البحريه، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.